السلام عليكم يا جماعة. أنا مثل كل السوريين يلي ناطرين لحظة الانتصار، والحمد لله رب العالمين الله أكرمنا فيها وخلصنا من الطاغية بشار الأسد المجرم الجبان. بس في شيء عم بيصير أبدا ما له مقبول. يعني اذهبوا فأنتم الطلقاء، احنا سامحناكم. انت سامحت مين بالضبط؟ يعني باسم مين عم تحكي؟ ليش هيك عم تعملوا؟ يعني انا والله الثمن يلي انا دفعته ويلي اخواتي دفعوا ويلي الشعب السوري كله دفعه بحرر 12 دولة، مو دولة واحدة. وبالاخير تقول له للمجرم للقاتل، بتقول له اذهب انت طليق. نحن مسامحينك؟ انا والله ماني مسامحة حدا. انا مين ياخذ لي حقي 8 شهور بالمعتقل؟ دخلت على المعتقل كنت حامل بابني بالشهر الرابع. وقت ولادتي حولوني على يعني بدي احكي قصه بس صغيره من اللي صار، من القصص اللي صارت معي. حولوني على مشفى حرستا العسكري وانا بالطريق حاطط لي كلبشه بايدي ما قبل يفكها. وقت وصلت على المشفى مع مشفى حرستا العسكري وانا على السرير عم اقول لهم شان الله فك لي ايدي، ما قبل لحتى ضليتني ساعه اترجى. اخر شي خيرني قال لي بدك ايدك ولا رجلك؟ قلت له رجلي. ربط لي رجلي اليمين بطرف التخت بالحديد وانا عم اولد. مين ياخذ لي حقي من هذا المجرم الحقير يلي كان هو وعساكره واقفين فوق راسي وانا عم اولد؟ مين ياخذ لي حقي؟ هو ما قتلني برصاصة، بس موقفه كنت اتمنى 1000 رصاصة تفوت فيني ولا يكون واقف فوق راسي وانا عم اولد. انا مين ياخذ لي حقي منه ومن عساكره؟ هدول اللي عم بتسامحهم هلا هن ما قوسوني، هن عملوا اهم. ليه عم بتسامحهم؟ مين اللي عم بيسامحهم؟ مين الطلقاء؟ مين هن الطلقاء؟ مين؟ ديننا مو دين ضعف، دين محمد مو دين ضعف. بدي الناس كلها هدول تتحاسب. لك حتى الاعلامي الشبيح بدي اياه يتحاسب. مين ياخذ لي حق اخي الشهيد؟ اخي اللي استشهد هو عم بفك الحصار على الجنوب الدمشقي. مين ياخذ لي حقه؟ اللي طلعوه على الاخباريه السوريه بيقولوا قتلنا الارهابي علاء شلش. مين ياخذ حق علاء؟ وبعد ما قتلوه ضل عندهم 5 ايام محتفظين فيه عم بيشوهوا بجثته. سلمونا اياه بعد 5 ايام جثته مشوهه، قاطعين اذانه، مشوهين بجثته، دفناه وفي منه شغلات ناقصه ضلت عندهم. انا مين ياخذ اخي حقه لاخي؟ مين ياخذ حقي؟ مين ياخذ حق امي اللي اعتقلت 8 شهور؟ ذنبها الوحيد انه اولادها جيش حر. ذنبها الوحيد انه اولادها جيش حر. مين ياخذ حق امي؟ مين ياخذ حق جمال ابن عمي الوحيد على 4 بنات اللي امه لهلا دموعها ما نشفوا؟ مين ياخذ حقه لجمال؟ مين ياخذ حق نور يلي انشق عن الجيش وما بيحب السلاح ولا بده يحمل السلاح بس حمله مجبر لهلا قبره ما نعرفه؟ مين ياخذ حق جمال ونور وعلاء اخواتي؟ مين ياخذ حق ابني يلي ولد بالمعتقل لهلا ما بيعرف ابوه نقيب منشق من بدايه الثوره واعتقلوه وحطوه بصيدنايا. الى الان ما نعرف عنه شيء. كل يوم فاتح لي على اخبار يا ماما معقول بابا يطلع عايش؟ شو بقول له لابني؟ انا شو بقول له؟ بقول له يا ماما يلي قتلوا ابوك ويلي ظلموك وظلموا امك ويلي قتلوا اخوالك قالوا لهم انتم نحن مسامحينكم، انتم طلقاء، سامحوا قتلة ابوك. يا ماما شو بقول له لابني؟ شو بقول له لابني؟